في عالم النينجا القوة مش كل حاجة، الذكاء، السرعة والقرارات الصح هما اللي بيفرقوا بين البطل والعادي. النهاردة هنكشف أسرار جديدة ونغوص في مغامرة محدش شافها قبل كده. وقبل ما نبدأ متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد أول بأول. جهز مشروبك المفضل ويلا نبدأ القصة. من فترة طويلة قوي ظهر شيطان متمثل على شكل ثعلب وبيكون عنده 9 ديول، والثعلب ده يبقى اسمه الكيوبي، وبيكون هجم على مدينة سكانها من النينجا، والمدينة دي بيبقى اسمها كونجا، وزعيم قرية كونجا بيبقى اسمه الهوكاجي. وجه الهوكاجي الرابع اللي كان زعيم قرية كونجا في الوقت ده وحبس الكيوبي، وبعد ما حبسه ختمه في جسم طفل من أطفال المدينة اسمه أوزوماكي ناروتو. وكده الكيوبي بقى جوه ناروتو، وعدت الأيام وكبر ناروتو وبقى مشاغب جدا، وبيجي مشهد والحراس بيجروا وراه عشان بيكون شخبط على الجبال اللي منحوتة على شكل زعماء المدينة. وهو بيجري من الحراس طلع من وراه معلمه اللي اسمه اوريكا وقال له ايه اللي بتعمله هنا؟ المفروض عندك امتحان دلوقتي في اكاديميه النينجا. لما راح الاكاديميه كان الامتحان عن تقنيه التحول، وناروتو في الامتحان اتحول لبنت. وبعد كده ايروكا خده وخلاه ينظف اللي عامله في التماثيل، وقال له لو نظفتها كلها هيعزمه على طبق شوربة الرامن اللي بيحبها. ناروتو خلص الجبال وراح أكل الرامن فعلا. وبعد كده جه ميعاد التخرج من أكاديمية النينجا، وكان الامتحان عن تقنية الاستنساخ، بس ناروتو ما كانش بيعرف يستخدمها، وإيروكا خلاه يفشل في الامتحان. ناروتو كان زعلان قوي انه سقط، وقابل واحد من مدرسين الاكاديميه اسمه ميزوكي وضحك عليه وقال له ان في لفافه فيها تقنيات محظوره، وقال له يسرق اللفافه دي ويعمل التقنيه عشان ينجح في اختبار التخرج. بالليل ناروتو سرق اللفافه، وايروكا عارف انه سرقها، وعارف كمان ان ميزوكي هو اللي خلاه يسرقها. في الوقت ده ميزوكي جه وحدف عليهم سكاكين، وايروكا زق ناروتو واخد هو السكاكين كلها في جسمه. وايروكا قال لميزوكي ليه عملت كده؟ وميزوكي قال له اللفافه فيها تقنيات كتير محظوره، ولو اخدتها هبقى اقوى بكتير وممكن ابقى الهوكاجي. ميزوكي قال لناروتو ان في سر المدينه كلها عارفاه الا هو، والسر ده هو ان الكيوبي موجود جواه. ناروتو اتصدم، بس ميزوكي ما كانش فارق معاه وقال له هات اللفافه. ناروتو مدلوش حاجه وجري، وميزوكي وايروكا جريوا وراه، بس ايروكا كان تعبان من الاصابه وميزوكي كان هيقتله، بس ناروتو دخل بسرعه وضرب ميزوكي. لما ميزوكي قام قال لناروتو انا ممكن انهيك بضربه واحده، بس ناروتو كان اتعلم من اللفافه تقنيه جديده اسمها نسخ الظل المتعدده، واستخدمها وطلع نسخ كتير حقيقيه منه وضرب ميزوكي بسهوله. الصبح ايروكا قال لناروتو بعد اللي عملته ده انا هخليك تنجح في امتحان التخرج. ناروتو راح الاكاديميه عشان الهوكاجي الثالث اللي هو زعيم القريه دلوقتي يصدق على تخرجه من الاكاديميه. وهم قاعدين دخل عليهم حفيد الهوكاجي واسمه كونوهامارو وشاف ناروتو، ولما ناروتو مشي من الاكاديميه كونوهامارو مشي وراه وقال له انا عايز ابقى تلميذك. ناروتو قال له اول حاجه لازم تعرفها ايه هي التشاكرا. الولد قال له انا عارف ايه هي التشاكرا، هي الطاقه بتاعت اي فرد من افراد النينجا، ولو التشاكرا دي خلصت ما بيقدرش يستخدم التقنيات بتاعته. وبدأ ناروتو يدرب الولد على تقنية التحول. الولد قال له نفسي ابقى الهوكاجي مكان جدي. ناروتو قال له وانا كمان عايز ابقى الهوكاجي، هقابلك تاني لما نكون انا وانت اقوياء وهنتنافس على لقب الهوكاجي. تاني يوم ناروتو كان عنده محاضرة توجيه بعد ما اتخرج، وراح المحاضرة وقعد يستنى، وكان في خريجين تانيين زيه جم المحاضرة، زي بنت اسمها ساكورا وبنت اسمها اينو ياماناكا، وكان في ولد اسمه ساسكي اوتشيها. البنات الخريجين كلهم كانوا معجبين بيه وعايزين يقعدوا جنبه. دخل ايروكا على كل الخريجين وقال لهم انتوا دلوقتي نينجا مبتدئين، ودي اقل رتبه في النينجا اسمها جنين، وهتتدربوا تحت اشراف معلمين الجنين، ودي اعلى رتبه في النينجا. ومن دلوقتي هتتقسموا لكذا فريق، كل فريق هيكون فيه 3 منكم. عمل تقسيم لكل فرقه، وناروتو كان مع ساكورا وساسكي، وفريقهم كان الفريق السابع. الفريق الثامن كان فيه هيناتا هيوجا وكيبا اينوزوكا وشينو ابورامي، والفريق التاسع كان فيه اينو وشيكامارو نارا وتشوجي اكيميتشي. بس اينو ما كانتش عاجبها الفرقه بتاعتها وكانت عايزه تبقى مع ساسكي، وناروتو ما كانش عايز يبقى مع ساسكي عشان ما بيحبهوش، وساكورا ما كانتش عايزه تبقى مع ناروتو عشان مش بتحبه. لكن في الاخر كلهم وافقوا على تقسيم الفريق، وقعد الفريق بتاع ناروتو مستنيين معلمهم، بس المعلم اتاخر. ولما جه وقال لهم انا اسمي كاكاشي هاتاكي، واتعرف على كل واحد في فريق ناروتو قالوا ان ابوه وامه ميتين، وساسكي قالوا اسمه وقالوا انه من عشيره اوتشيها وان عشيرته كلها ماتت، وقال له كمان انه عايز يقتل حد. كاكاشي بعد ما اتعرف عليهم وقال لهم بكره عندكم اختبار، الاختبار بكره الساعة 5 ولازم تيجوا من غير ما تاكلوا. وتاني يوم فعلا راحوا الاختبار، وكاكاشي اتأخر عليهم للمرة التانية، ولما جه قال لهم انتوا قدامكم لحد الساعة 12 ظهر، واللي هيقدر ياخد مني جرس من الجرسين دول هيبقى نجح في الاختبار، واللي هيفشل هخليه يتربط في الشجرة ومش هخليه ياكل. بدأ الاختبار، وساسكي وساكورا استخبوا عشان ما يشوفهمش ويهجموا عليه، بس ناروتو ما عملش كده وجري على كاكاشي وكان عايز يضربه، بس كاكاشي كان متوقع، ومرة واحدة جه من ورا ناروتو وضربه، والضربة وقعت ناروتو في البحر. وبعد كده خرج من البحر وعمل تقنية نسخ الظل المتعددة
متعددة وهجم على كاكاشي من ورا بنسخة منه ومسك كاكاشي وضربه، وبعد ما ضربه لقى اللي ضربه ده نسخة منه ومش كاكاشي. وساسكي قال لنفسه إن كاكاشي عمل تقنية اسمها الاستبدال واستبدل نفسه بنسخة من نسخ ناروتو، واختفى كاكاشي بعد كده. وناروتو لقى جرس واقع وراح عشان ياخده، ولما قرب عليه ومسكه طلع فخ كاكاشي عامله فيه واتعلق ناروتو من رجله في شجرة. والساسكي وهو مستخبي شاف كاكاشي ورمى عليه سكاكين النينجا وشاف إنها جت في كاكاشي، لكن كاكاشي كان مستخدم تقنية الاستبدال واستبدل نفسه بجذع شجرة. وجريت ساكورا بعد كده عشان خايفة، بس كاكاشي كان بيستخدم تقنية من فئة الوهم وكان بيوهمها إنه وراها، وكمان بيوهمها إن ساسكي مصاب وواقع على الأرض وقعدت تصرخ. وفي نفس الوقت هجم ساسكي على كاكاشي وكان قرب يمسك الجرس، بس كاكاشي بعد عنه. وساسكي عمل تقنية بتخليه يخرج نار اسمها تقنية قذيفة اللهب، بس كاكاشي استخدم ضده تقنية اسمها القتل الانتحاري وخرج ايده من تحت الأرض ومسكه. وناروتو في الوقت ده فك نفسه من الشجرة وراح ياكل عشان جعان، بس كاكاشي شافه وربطه. والساعة بقت 12 وميعاد الاختبار خلص، وقال لهم انتوا أغبياء عشان كل واحد فيكم هاجمني لوحده، واحنا مقسمينكم عشان تبقوا فريق واحد. بس ساكورا بتحب ساسكي ومش بتحب ناروتو، وناروتو بيحب ساكورا بس مش بيحب ساسكي. وساسكي شايف ان هما الاتنين عائق في طريقه، وقال لهم انهم هيديهم فرصة تانية، وقال لهم يقدروا ياكلوا دلوقتي ولكن ميدوش لناروتو اكل عشان خالف القواعد. ولما جم ياكلوا صعب عليهم ناروتو وادوا له ياكل معاهم، وكاكاشي شافهم وقال لهم انا مش قلت لكم ما تدوش لناروتو اكل؟ والتلاتة قالوا له انت قلت اننا لازم نتعاون عشان احنا فريق، فما ينفعش يبقى واحد مننا جعان ونسيبه. وقال لهم انا كنت بختبركم لما قلت لكم ما تدوش اكل ناروتو وانتوا نجحتوا في الاختبار، ومن بكره هتبدا المهام بتاعتكم. وفعلا تاني يوم بداوا المهام وكانت مهام بسيطة زي إنهم ينقذوا قطة. ناروتو قال للهوكاجي إحنا عايزين مهام أكبر من دي. الهوكاجي قال له المهام بتتحدد على حسب الرتبة اللي انتوا فيها، انتوا دلوقتي مبتدئين فهتاخدوا مهام بسيطة. المهام الصعبة بتروح للنينجا اللي رتبتهم متوسطة اللي اسمها تشونين، والمهام الأصعب بتروح للنينجا رتبتهم عالية اللي اسمها جونين. ناروتو قال له طب ادينا مهمة فيها إثارة وتكون صعبة شوية. الهوكاجي قال له أنا هديكم مهمة صعبة شوية، هتحرسوا واحد بيبني الجسور اسمه تازونا، وتازونا ده من مدينة اسمها مدينة الأمواج. وفعلا بدأوا مهمتهم تاني يوم. وساكورا سألت كاكاشي هي مدينة الأمواج فيها النينجا؟ قال لا ما فيهاش. وبدأ كاكاشي يشرح لهم إن العالم متقسم لمدن 5 عظمى، ومدينة كونوها اللي هم فيها وزعيمها هو الهوكاجي، ومدينة الرمل وزعيمها اسمه الكازيكاجي، ومدينة الصخر وزعيمها اسمه تسوتشيكاجي، ومدينة السحاب وزعيمها اسمه الرايكاجي، ومدينة الضباب وزعيمها اسمه الميزوكاجي. وبعد ما شرح لهم كاكاشي وكملوا طريقهم طلع عليهم 2 نينجا من مدينة الضباب وكانوا عايزين يقتلوا للراجل اللي هم مسؤولين عن حمايته. الاتنين هجموا على ناروتو الأول وساسكي اتدخل وضربهم، وساكورا وقفت قصاد الراجل عشان تحميه، وكاكاشي اتدخل وخلص على الاتنين بسهولة. ناروتو كان اتعور من أسلحة النينجا، وكاكاشي قال له انت ما دفعتش عن الراجل وقت الهجوم وزمايلك هم بس اللي دفعوا عنك وعن الراجل. ناروتو انفعل من الكلام وعور نفسه بالسكينة أكتر عشان يخرج السم اللي كان موجود في أسلحة النينجا. كاكاشي شاف إيد ناروتو واستغرب لما لقى الجرح بيلتئم لوحده، وكاكاشي قال لنفسه إن أكيد دي قوة الختم بتاع الكيوبي اللي جواه. وكملوا طريقهم وركبوا المركب عشان يوصلوا الراجل اللي معاهم لقرية الأمواج. الراجل اللي معاهم قال إن في راجل أعمال اسمه جاتو وده اللي بعت النينجا عشان يقتلوه، وجاتو عايز يقتله عشان تازونا بيبني جسر، وجاتو مش عايز الجسر ده يتبني. وجاتو كمان متفق مع واحد من النينجا اعلى رتبه عشان يقتله. النينجا ده اسمه زابوزا. لما وصلوا مدينه الامواج لقوا فعلا النينجا اللي المفروض هيقتل الراجل، وقال لهم كلهم سيبوا تازونا وامشوا عشان هقتله. وكاكاشي قال احموا انتوا تازونا وانا اللي هقتل النينجا ده. كاكاشي كشف عينه المتغطيه اللي لونها احمر وكله بص له باستغراب. ساسكي عرفهم ان العين دي اسمها شارنجان وبدا يشرح ايه هي، وقال ان تقانير النينجا ليها 4 انواع، ودي بتبقى التقنيه الرابعه اللي هي العين بتاعت كاكاشي. الشارنجان دي بتخلي صاحبها يستنسخ اي تقنيه ويستخدمها، وساسكي كان مستغرب عشان التقنيه دي بتبقى موجوده في القبيله بتاعته بس. كاكاشي قاطعهم وحذرهم من النينجا ده وقالهم انه متميز في تقنيه القتل الصامت وممكن تلاقوه وراكم في لحظه وبيقتلكم. وكلهم كانوا واقفين خايفين، وفجاه جه النينجا وسطهم وكاكاشي ضربه بالسكينه، بس اللي ضربه ده ما كانش هو، دي كانت نسخه مائيه منه. النينجا جه من ورا كاكاشي وضربه، بس اللي اتضرب ده ما كانش كاكاشي، ده كان نسخه مائيه بعد ما نسخ منه التقنيه بتاعته. جه كاكاشي من ورا النينجا وثبته بالسكينه، بس طلعت نسخه منه. النينجا الحقيقي طلع من وراه وضربه ووقعه في الميه، وبعد كده النينجا ثابت كاكاشي في الميه بتقنيه اسمها سجن الماء، وفضل النينجا جسمه الحقيقي معاه عشان لو ساب السجن كاكاشي هيخرج. وخرج النينجا نسخه منه عشان تقاتل ناروتو وساسكي وساكورا. كاكاشي قالهم انهم يهربوا عشان مستحيل يهزموه، بس عملوا عكس كده وتشجعوا وقالوا انهم هيحاربوا النينجا. ساسكي وناروتو علوا نسخه النينجا، بس النينجا ضربهم بسهوله. ناروتو قال لساسكي انا عندي خطه، وناروتو استخدم تقنيه نسخ الظل
الظل المتعددة وهجم على النسخة بتاعت النينجا، بس النينجا ضرب كل النسخ بتاعت ناروتو، وناروتو نفذ خطته وخرج أداة نينجا على شكل مروحة واداها لساسكي، وساسكي خدها ورماها على جسم النينجا الحقيقي. النينجا فداها، بس جه بعدها ناروتو وحدف عليه السكينة، وعشان النينجا فداها فك كاكاشي، وكاكاشي خرج ووقف قصاد النينجا، وبالتقنية بتاعته فضل ينسخ أي تقنية النينجا بيعملها، وكان بيحاربه بنفس التقنيات بتاعته، ووهمه إن في نسخة من النينجا وراه. وكاكاشي عمل تقنية الدوامة اللي خدت النينجا في دوامة لحد ما وصل عند شجرة واتحدفت عليه مجموعة من سكاكين النينجا، بس ما كانتش من كاكاشي، كان نينجا اسمه المتعقب. النينجا متعقبين دول النينجا مسؤوليتهم انهم يلحقوا اي نينجا مرض عليهم وبيقتلوه عشان ما يخرجش سرهم. النينجا متعقب خد جسم زابوزا واختفى، وكانوا بعد كده هيكملوا طريقهم عشان يوصلوا الراجل اللي معاهم، بس كاكاشي فجأة وقع، وبعد كده خدوه على البيت بتاع الراجل اللي معاهم عشان يرتاح، وقالهم انه واقع عشان استهلك التقنية بتاعته بشكل كبير، وده اللي خلاه يتعب. بس اللي ناروتو وفريقه ما يعرفوش ان النينجا عايش. والنينجا المتعاقب كان متفق مع زابوزا ان في حالة خسر في المعركة معاهم يجي وينقذه، والسكاكين اللي اترمت عليه دي ما كانتش سكاكين، دي كانت شوك واترمت عليه في مكان يخليه يغمى عليه، والنينجا المتعاقب يجي وينقذه. والنينجا المتعاقب ده اسمه هاكو. كاكاشي فضل يفكر في اللي حصل ويربط الخيوط ببعضها، وعارف ان فعلا النينجا لسه عايش. ساكورا سالت هو النينجا المتعاقب ده كان لابس قناع ليه؟ قال كاكاشي ده قناع بيلبسه نخبة النينجا المتعاقبين، ودول مهمتهم قتل النينجا خونة والتخلص من اجسامهم عشان ما يطلعوش سر المدينة اللي هم جايين منها. ولما قام كاكاشي جمع الفريق عشان يدربهم، وقال لساكورا اشرحي لهم التشاكرا، وساكورا بدأت تشرح وقالت لهم التشاكرا هي الطاقة بتاعت أي نينجا، والتشاكرا متكونة من حاجتين، أول حاجة الطاقة الجسدية بتاعت أي جسم، وتاني حاجة الطاقة الروحانية اللي بتيجي من التدريبات والخبرة، وعشان تسيطروا على التشاكرا لازم تجمعوا بين الاتنين، الطاقة الجسدية والطاقة الروحانية. وبتقولهم كمان إن كل التقنيات بتاعت النينجا بتتعامل بأختام بالإيد. كاكاشي بيقول لهم لازم كلكم تدربوا انكم تسيطروا على التشاكرا عشان تعرفوا تركزوها على حته معينه في جسمكم. وبعدها طلع على الشجره وبيقول لهم انا كده ركزت التشاكرا في رجلي. وبداوا الثلاثه يحاولوا يعملوا ده ويحاولوا يطلعوا الشجره زي ما كاكاشي عمل، بس ما عرفوش. بس ساكورا نجحت انها تعمل ده، ومع الوقت بدا ساسكي يتحسن، بس ناروتو كان بيفشل. بس كاكاشي قال لنفسه انه عارف ان ناروتو عنده طاقه كبيره جوه جسمه اكتر حتى من اللي عند زمايله بسبب الكيوبي المختوم جواه، وانه كمان مستني انه يشوف الطاقه دي وهي بتخرج في يوم من الايام. بعد كده ساكورا كانت بتحرس الراجل وهو بيكمل بناء في الجسر، وناروتو وساسكي كانوا لسه بيتدربوا وكانوا بيطلعوا الشجره وبيعملوا علامه بالسكينه على اقصى مكان وصلوا له، وكان التدريب قاسي جدا لدرجه ان في يوم ناروتو وقع من كتر التعب وشافوا النينجا هاكو اللي انقذ زابوزا وشافوه كان هيقتله، بس قال ان هو يصحيه. وقعد ناروتو يتكلم مع هاكو وما كانش يعرف ان ده النينجا اللي كان مع زابوزا. واخيرا عرف ناروتو وساسكي انهم يطلعوا الشجره، وتاني يوم كاكاشي اخد الفريق عشان يحموا الراجل وساب ناروتو في البيت عشان كان مرهق جدا من التدريبات. واول ما وصلوا للجسر النينجا ظهر وخلى المكان كله ضباب، وكان معاه هاكو وهجم النينجا بنسخ المية بتاعته، ولكن ساسكي ضرب النسخ كلها. وفي الوقت ده صحي ناروتو من النوم وكان رايح لهم، وكان جاتو بعت 2 من رجالته عشان يخطفوا بنته وحفيد الراجل اللي بيحموه، بس ناروتو حماهم بنسخ الظل المتعددا وضربهم وجري على الجسر عشان ينقذ صحابه. وبدا هاكو يهجم على ساسكي، وساسكي كان بيصد الضربات، بس هاكو بدا يعمل اختام تقنيه بايد واحده، وكاكاشي استغرب ازاي بيعمل اختام بايد واحده بس، وهاكو كان عمل تقنيه الشوك القاتله، بس ساسكي جمع كل القوه بتاعته في رجله زي ما كاكاشي عمله، وعرف ينط ويتفادى الشوك، وجه من وراه وخد منه السكينه وضربه برجله. وهاكو بعد الضربه دي قام وبدا يعمل تقنيه مرايه التلج البلوريه، وحاوط ساسكي بمرايات من التلج ودخل في مرايه منهم، وساسكي بقى شايفه في كل المرايات وما بقاش عارف يحدد ان فيهم الحقيقي، وبدا هاكو يحدف سكاكين عليه من كل المرايات، وساسكي ما كانش عارف يعمل ايه. كاكاشي لما حاول ينقذه جه النينجا وقف قصاده، وساكورا حاولت ترمي سكينه على هاكو بس مسكها بسهوله، بس ناروتو هنا كان وصل ليهم الجسر وضرب هاكو بسكينه وقعوا من المرايه، وكان هيستخدم نسخ الظل المتعدده، ولكن النينجا ضرب عليه شوك، وقبل ما تيجي فيه هاكو منعها وقال له سيبني اقتلهم بطريقتي، ودخل هاكو المرايه تاني وفضل يكمل ضرب في ساسكي. وكاكاشي قال لنفسه ان مفيش حل غير ان ساسكي يهجم على المرايات من جوه وناروتو يهجم على المرايات من بره، بس ناروتو دخل لساسكي جوه، وساسكي فضل يقول له انت ايه اللي دخلك جوه، وساسكي عمل اختام ازيفه اللهب بس ما جابتش نتيجه برضه، وناروتو عمل تقنيه الظل المتعدده بس برضه ما عرفش يهجم على هاكو اللي في المرايات، وكاكاشي ما عرفش يستنسخ التقنيه دي عشان هاكو مولود وبقت في جيناته، والتقنيات الموروثه بتبقى مستحيل انها تتنسخ. وناروتو قال انا مش هموت هنا، انا عندي حلم وعايز ابقى الهوكاجي ولازم احقق الحلم ده. وهنا هاكو قال لهم انه بيقاتل عشان النينجا زابوزا اللي لقاه وهو متشرد زمان وخده وساعده وخلاه نينجا، وهدفي ان دايما يساعده، عشان كده لازم اقتلكم دلوقتي. ونينجا قال لكاكاشي هاكو قوي ومش هتعرف تهزمه، وكاكاشي بين الشارنجان اللي هي القوه اللي بتخليه يستنسخ القوه بتاعت اللي قدامه، والنينجا عمل اختام تقنيه الضباب والمكان بقى كله ضباب واختفى. وكاكاشي قال لساكورا احمي الراجل، وكاكاشي كان واقف مش عارف النينجا هيطلع له منين. وفي نفس الوقت ناروتو كان عمال يحاول انه يهاجم المرايات، بس هاكو كان بيتنقل بين المرايات بسرعه كبيره وكان بيضرب
بيضرب ناروتو وساسكي بالشوك، وكان بيحاول ساسكي إنه يجاري سرعة هاكو ويضرب عليه قذيفة اللهب بس مش بيعرف. وعلى المشهد تاني والنينجا كان بيحاول يهجم على الراجل وكاكاشي كان بيصدها وبيتجرح بالسيف وبيختفي تاني، وناروتو كان بيحاول مع هاكو لحد ما الطاقة بتاعته خلصت ووقع على الأرض، وساسكي بقى يحمي نفسه ويحمي ناروتو. وعشان ساسكي من عشيرة عندها تقنية الاستنساخ، ونتيجة تطوره في المعركة تطور عنده المرحلة الأولى منها، وهاكو هاجم ناروتو بس ساسكي حماه وأخد في جسمه كل الشوك ومكانش قادر يكمل. ولما ناروتو حاول إنه يقوم تاني كان ساسكي خلاص بيقع، وساسكي قال له مع إني كنت بكرهك بس دفعت عنك ومعرفش ليه، ووقع ساسكي على الأرض ومات. وناروتو قعد يعيط وساسكي بين إيده، وغضب ناروتو وفقد السيطرة على نفسه، وبدأت قوة الكيوبي تظهر وجسمه بدأ يتشكل على شكل الكيوبي، ومن كتر الغضب كان الختم هيتكسر وهيخرج منه الكيوبي. وقام ناروتو وهجم على هاكو وضربه بقوة، والضربة كسرت المرايات كلها، وهاكو طار لبعيد وقناعه وقع. وناروتو كان هيكمل ضرب فيه بس أول ما شاف وشه مرضاش يقتله، وافتكر إنه هو الشخص اللي قاومه لما كان تعبان من التمارين، ورجع ناروتو لحالته الطبيعية. وناروتو سأله أنت بتساعد النينجا ده ليه؟ هاكو قال زمان كنت عايش مع ابويا وامي بس كان في حرب اهليه، والمدينه بتاعتي هي مدينه الضباب، وكان وقتها الناس بتخاف من اي حد بيتميز بتقنيات في صفاته الوراثيه وكانوا بيعتبروه مجرم. وانا وامي كان عندنا تقنيات ورثناها عن العشيره بتاعتنا، زي ما ساسكي ورث تقنيه الاستنساخ من العشيره بتاعته. وبيكمل كلام وبيقول ان ابويا قتل امي لما عرف، وانا بعدها قتلت ابويا وبعدها هربت وما كانش ليا حد لحد ما النينجا زابوزا لقاني وبقيت السلاح اللي بيحارب بيه، وعشان كده انا بحميه. وهاكو فجاه اختفى، وكاكاشي في الوقت ده خرج اللفيفه وعمل تقنيه اسمها تقنيه الاستدعاء، واستدعى كلاب عشان تهاجم النينجا. وكاكاشي عمل اختام تقنيه سيف البرق، وجري كاكاشي على النينجا وضربه بيها. ولما الضباب راح لقى ان اللي ضربه ده يبقى هاكو، وهاكو وقف قصاد النينجا عشان ينقذه ومات هاكو. والنينجا ماسك سيفه وحاول يقتل كاكاشي، بس كاكاشي كان بيلحق نفسه من ضرباته وكان بيضرب النينجا بالسكاكين عشان ما يعرفش يستخدم اختام تاني بايده. وفي وقت ما المعركه شغاله ساكورا سالت ناروتو هو ساسكي فين؟ قال لها مات. وجريت عليه وفضلت تعيط، والنينجا كان واقف وفيه 4 سكاكين وما كانش عارف يعمل تقنيات، وظهر جاتو ورجالته وقالوا للنينجا كنت عارف انك مش قدها وهتخيب ظني. وجاتو ضرب هاكو وهو ميت، وناروتو قال للنينجا انت مش هتدخل، دول بيضربوا صاحبك. والنينجا قال لناروتو هات سكينه، وناروتو فعلا اداله سكينه، والنينجا حط السكينه في بقه ودخل يقتل في رجاله جاتو، بس برضه كان بيتضرب منهم، بس ده ما خلهوش يقف وكمل وصول لجاتو وداله بالسكينه في صدره ووجعه في البحر من على الجسر. وقع النينجا في الارض ومات من كتر الاسلحه اللي دخلت فيه. وساكورا كانت لسه بتعيط على ساسكي بس طلع ساسكي ما ماتش وكان مغمى عليه، وقام ساسكي بعد كده. وبعد كده رجاله جاتو قالوا احنا هنحارب لاخر نفس عشان الجسر ده ما يتبنيش، وهجموا عليهم. بس حفيد الراجل اللي بيحموه جمع سكان مدينه الامواج عشان يدافعوا عن الجسر وناروتو وفريقه. وناروتو وكاكاشي استخدموا تقنية الظل المتعددة، ورجالة جاتو هربوا، وكاكاشي حط النينجا جنب جسم هاكو. وناروتو كان بيعيط على هاكو، وبعد كده خدوهم ودفنوهم. وبعد فترة الجسر كان خلص واتسمى جسر ناروتو العظيم، وناروتو وأصحابه ودعوا سكان مدينة الأمواج ومشوا، وبكده يكونوا خلصوا أول مهمة ليهم مع بعض. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وابعت الفيديو لاصحابك اللي بيحبوا ناروتو. وبس كده، نشوفكم في الأجزاء الجاية من ناروتو. يلا سلام.